السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لجماهير النادي الأهلي. ألف مبروك للاعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارته. مبروك فوز النادي الأهلي النهاردة على الرجاء المغربي في مباراة دور الثمانية، مباراة الذهاب اللي أقيمت في استاد القاهرة. فاز 2-0. كل متابعين للكورة النهاردة لما سمعوا تشكيل النادي الأهلي في أول المباراة خافوا لما لقوا مارسيل كولر مبتدي بثلاثي خط وسط مدافع: سولية، ديانج، مروان عطية. طبعا يعني حسسنا فرقة الرجاء ان احنا خايفين منها، ولكن دي مباراة خروج المغلوب، اللوك اوت زي ما بيسموها. بمعنى لازم ان انا اطلع من المباراة لبر الامان. وفعلا النادي الاهلي وصل من المباراة ككل النقطة دي. النهاردة النادي الاهلي قدم مباراة في اول 10 دقايق ما كانتش على المستوى المطلوب. الرجاء المغربي طبعا هاجم، ولولا براعة الشناوي طبعا الحارس الكفء الفذ اللي زاد عن مرماه، اللي أنقذ ضربة حرة مباشرة، يعني صدة إعجازية وانفراد تاني صريح لمهاجم الرجاء المغربي، والنتيجة 0-0. أنقذ النادي الأهلي من خسارة فعلية 2-0 في الشوط الأول. مارسيل كولر طبعا ابتدى يترجم ان هو محتاج كثافة عددية في خط النص، وان هو يشرك الطرفين، لان كان الرجاء النهاردة نجح حرفيا في ايقاف خطورة محمد هاني وعلي معلول في الشوط الاول. ولكن طبعا حسين الشحات نجم المباراة في الشوط الاول، وفعلا لعيب كفء، قدر ان هو يمول جبهة علي معلول. وفي الدقيقة 45 قدر علي معلول بأسيستاته الكتيرة اللي بيعملها في مشواره مع النادي الأهلي، عمل أسيست رفعة عالية الجودة على الرأس الذهبية لمدافع الفز محمد عبد المنعم، عشان يحطها على شمال أنس الزنيتي ليحرز الهدف الأول للنادي الأهلي. بالفعل النادي الأهلي وصل اللي هو عايزه في الشوط الأول، مش هنقول بأقل مجهود ولكن بتكتيك عالي جدا. مارسيل كولر يعني استمر على النهج نفسه في الشوط الثاني بثلاثي الدفاع: ديانج والسولية ومروان عطية، اللاعب المكوك اللي طبعا لا بيكل ولا بيمل. وفعلا النادي الاهلي وصل اللي هو عايز. الشوط الثاني ابتدى بمحاولات النادي الاهلي، جت وقت التغييرات في الدقيقة 65. مارسيل كولر عمل تغييرين جامدين جدا: حمدي فتحي ومحمد شريف. خرج السولية وخرج كهربا، لان كان كهربا فعلا مجهد. فعلا حمدي فتحي وجوده ضخ للنادي الاهلي روح جديدة في خط الوسط، وكمان مشاركة في الهجوم زي ما عودنا في المباراة اللي قبل كده، ومشاركاته والهدف اللي احرزه في بيراميدز في نهائي كأس مصر. فعلا حمدي فتحي كان عند المستوى المطلوب، ومن اسيست جميل جدا من بيرسي تاو اللي برضو كولر صبر عليه في الشوط الاول، وفعلا الصبر ده جاب نتيجة لما عمل اسيست جميل جدا ضرب بيه دفاع الرجاء المغربي، عشان حمدي فتحي يقطع شبكة أنيس الزنيتي بهدف قوي جدا جدا جدا. كان بيأمن للنادي الأهلي العبور للنصف النهائي، وبيزود موقفه وبيأيد موقفه. النهاردة مارسيل كولر بيقدم لنا، طبعا هو مش محتاج انه يقدم، ولكن بيثبت ان مش كل ما اكتر مهاجمين واكتر لعيبة صفاتهم الهجومية عالية كل ما نكون قريب للمكسب. لا، المباراة عبارة عن دفاع وهجوم. اما بتأمن نفسك دفاعيا بتقدر ان انت تستحوذ على الكورة، وان انت تصنع هجمات، وان انت تحرز اهداف، بس يكون عندك فكر اللاعب الصح اللي يقدر ان هو يترجم الكلام ده على ارضية الملعب. طبعا لازم نشكر الحارس محمد الشناوي اللي امن نتيجة النادي الاهلي. النادي الاهلي النهاردة لولا براعة الشناوي ما كانش خرج بالنتيجة دي. لولا انه انقذ هدفين في الشوط الاول كانوا هيقضوا على امل النادي الاهلي، ما كانش النادي الاهلي هيخرج بالنتيجة دي نهائي. طبعا مارسيل كولر عمل تغييرات تانية، وقدر ان هو يستحوذ على المباراة ويكسر كل المحاولات الهجومية لفريق الرجاء المغربي بقيادة المدرب القدير منذر الكبير. الرجاء المغربي كان نفسه انه يحرز هدف عشان تبقى مهمته يوم السبت الجاي في مباراة العودة سهلة وبسيطة، عشان لو احرز هدف يصعد. ولكن النادي الاهلي كان عند حسن الظن
بيثبت للجميع ان الكبير كبير، وان بطولة افريقيا لما بتوصل لمراحلها الاخيرة النادي الاهلي بيقدر يوصل للي هو عايزه. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا. النهارده مارسيل كولر طبعا عمل تكتيك عالي جدا، لعيبه النادي الاهلي قدموا مستوى كويس، علي معلول، حسين الشحات، بيرسي تاو برضه في الشوط الثاني اتحرك، محمد هاني على قد ما كانت مقفوله عليه السكه ولكن اثبت فعاليته. لعيبه الدفاع بقياده محمود متولي ومحمد عبد المنعم المدافع الهداف كله شارك في المنظومه النهارده. وان شاء الله الاهلي يتوج بالبطوله دي، وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي يوم السبت الجاي في مباراه العوده اللي هتقام في الدار البيضاء. وكل التوفيق للنادي الاهلي والف مبروك لمجلس ادارته ولجمهوره العظيم الوافي اللي كان مالي استاد القاهره ولعبته، وان شاء الله باذن الله من نصر لنصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.